جرائيه مكاسكه، هو احنا عشان بنلعبكم في امريكا هتخلوا رئيس امريكا السابق جون كينيدي بذات نفسه ينزل يسجل فينا هدف؟ لا لا لا. وعندك بقى يا خطيب هنا اقف كده، وانا عايزك تسال عن اصل وفصل عمر كمال عبد الواحد من يوم ما لا مش من يوم ما جد ابو اللي جاب جده اتولد، عشان الواد ده اكيد مكسيكي وعنده ورث هناك وعايز ياخده من اللي هو بيعمله فينا ده. لا بس حاسب واوعى، عندنا حته نظيفه اسمها تريزيجيه. بسم الله ما شاء الله يا كابيتانو، ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ان شاء الله هنكون حاجه جحده الفتره اللي جايه. عندنا خط هجوم فان دام وعندنا خط دفاع فان دام، واستر يا ستار وان شاء الله ربك هيكرمنا على خير. معلش بس بالله عليكم كده انا عندي استفسار صغير، هو خالد عبد الفتاح خد كارت احمر ليه؟ يعني الراجل ما لعبش وما نزلش واعتقد ما اتدربش وراح كده يعني مع البعثه زياده عدد، يعني مش فاهم يعني، وكمان ياخد كارت احمر وهو اصلا ما شفناهوش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم احبابي واصدقائي. ما تنسوش الصلاه والسلام على الرسول الكريم. اعمل لينا لايك اهلاوي يا جميل، واشترك في القناه وفعل زر الجرس، ولو انت معانا على الفيس اعمل لينا لايك ومتابعه وشير. قبل ما ندخل في المباراه ونحط قدامكم تشكيلات ونحط قدامكم الاهداف ونحط قدام كل حاجه انتوا عايزينها، لازم كده في البدايه نوجه شويه رسائل للنادي الاهلي. رقم واحد، كل اللعيبه اللي لعبت النهارده وواقفه على رجليها وقادره تقف على الكوره وقادره تلعب كوره وقادره انها تلتحم، هي اللعيبه اللي جت للنادي الاهلي اليومين اللي فاتوا، سواء كان حمدي فتحي، سواء كان ديانج، سواء كان تريزيجيه، سواء كان زيزو، اللعيبه اللي لسه جايه طازه. اما اللعيبه بتاعتنا اللي معانا بقى لها فتره بسم الله ما شاء الله يعني قطع نفس من اول اللقاء. وده معناه ايه؟ عندنا مشاكل كتير جدا جدا بدنيه، ربنا يسترها وتعدي على خير. رقم اتنين، ما عندناش اي مدافع يوحد الله يقدر ان احنا نعتمد عليه الفتره اللي جايه، وربنا يستر ونعدي كاس العالم ده على خير. رقم ثلاثة، ما عندناش ولا باك يمين ولا باك شمال، واديك شايف عمر كمال الناحيه دي، والناحيه الثانيه عندنا كوكا وكريم الدبيس اللي قدم ماتش خرائي بمعنى الكلمه، ربنا يستر ويعديها هو كمان على خير. رقم أربعة، ولازم تتم حمدي فتحي او اليو ديانج، واحد من الاثنين لازم يبقى داخل النادي الاهلي. كل الكلام اللي طالع ان حمدي فتحي هيرجع فرقته مره ثانيه الوقره، واليو ديانج هيتم الاستغناء عنه وبيعه. لازم على اداره النادي الاهلي لو ما تقدرش تقعد الاثنين على الاقل لازم نقعد واحد فيهم. رقم خمسة، في ايه يا عم جراديشار؟ انت رحت عند حضرموت ولا ايه اللي حصل؟ الدنيا حصل فيها ايه فجاه كده؟ الراجل كان جاي بسرعه الصاروخ، دلوقتي بسم الله ما شاء الله لا يتعدى سرعه السلحفاه التي تمارس هوايه السباق مع الارنب. رقم ستة، حتى لو جراديشار رجع لمستواه لازم مهاجم ثالث يكون موجود مع الفرقه دي. لازم وسام، اي نعم الحمد لله ماشي شكله كويس، لكن ماذا لو حدث لوسام اي اصابه؟ ايه اللي هيحصل؟ معانا جراديشار فقط لا غير، وادينا شايفين المستوى متدني ازاي. لازم يكون عندنا مهاجم باسرع وقت ممكن. يا ريت لو تقدر تجيب في فتره كاس العالم، ما تقدرش فيعني ما قدامناش غير بعد كاس العالم، او حتى ان شاء الله باذن الله وصعدنا الدور الثاني نقدر نجيب مهاجم قوي. رقم سبعة، وحاجه مهمه جدا جدا، فين ده انا كزيزو؟ خلينا بقى علشان ما نطولش، تعالى كده مع بعض، قول لي طول ولا يهمك، تعالى نروح لتشكيله النادي الاهلي اللي لعبت النهارده ونشوف ايه اللي حصل وايه اللي تم في الشوط الاولاني. هنقسم الشوط الاولاني شويه تقسيمات كده، كور لينا كور علينا، وتعالى نشوف الشوط الثاني نفس الكلام، كور لينا وكور علينا، ونشوف ايه اللي حصل، صوت وصوره والكلام على السبوره. تعالى يا باشا بينا. دي تشكيله النادي الاهلي اللي بدات الشوط الاولاني. محمد الشناوي اللي لعب شوط اول جيد جدا جدا جدا، اشرف داري بسم الله ما شاء الله مستوى خرائي، مصطفى العش بسم الله ما شاء الله مستوى فوق الخرائي بمرحلتين ثلاثه، كريم الدبيس هو المستوى الخرائي ذات نفسه، محمد هاني اعتقد ما شفتوش والكور كتير اتعملت عليه. تعالى في نص الملعب، مروان عطيه يعني الراجل كان بيلعب النهارده لوحده وهنتكلم عليه، وعندنا بن رمضان بسم الله ما شاء الله حته نظيفه جدا جدا جدا، امام كان تايه، وعندنا طاهر وبن شرقي وجراديشار، اعتقد ما حدش فيهم جه اللقاء النهارده خالص تماما نهائي. في الشوط الاولاني كنا بنلعب 4-1 4-1، مفيش اي تغييرات كتير عن الماتشات اللي فاتت للاسف. كنت اتمنى ان احنا نشوف يعني ان يكون مروان ومحمد بن رمضان الاثنين يكونوا في قلب الملعب، وندي حريه لامام ان هو يكون متقدم في الناحيه الاماميه، ولكن معظم الاشكال كنا بنلعب 4-1 4-1 زي ما هنشوف بعد شويه. طيب تعالى يا عم اشرف، تعالى نروح للشكل اللي احنا لعبنا بيه ونشوف الكور اللي كانت موجوده عندنا في الشوط الاولاني، الكور اللي لينا والكور اللي علينا. تعالى نبدا كده مع بعض ونشوف مع بدايه الشوط الاولاني ايه اللي حصل وايه اللي تم في الكور سواء اللي كانت لينا او علينا. دي كده بسم الله ما شاء الله الشكل بتاعنا في اول اللقاء. خلينا نرجع كده مره ثانيه، ده كان الشكل بتاعنا في اول اللقاء اهو، 4-1 4-1. مروان عطيه هو اللي موجود في نص الملعب كلاعب ديستروير، او يعني تقدر تقول قاطع الكرات، وسايبين امام عاشور ومحمد علي بن رمضان هم الموجودين بيكملوا في الناحيه الاماميه يعملوا الضغط الامامي. فكنا بنلعب بشكل كبير زي ما انت شايف قدامك 4-1 4-1. تعالى هنا في كرة برضو كانت لينا بشكل كويس جدا جدا، عايزين نعرف ازاي قدره محمد علي بن رمضان على الخروج بالكره بشكل ممتاز. زي ما انت شايف محمد علي بن رمضان استلم الكره
بص هنا ادي استلمها محمد علي، شوف في وسط كام واحد، 1 2 3، ما حدش طلع له من لعيبه النادي الاهلي، دخل عليه 4 لعيبه. وهنا دي قدره محمد علي بن رمضان، ازاي ان هو يقدر في وسط 4 لعيبه يقدر يلعب الكوره للخلف ويطلع بالكوره بشكل كويس جدا. دي من ضمن الحاجات الجيده اللي كانت موجوده عندنا في الشوط الاولاني، لاعب زي محمد علي بن رمضان. تعالى برده كره ثانيه، هنا الكره اتقطعت من اشرف بن شرقي بشكل غريب، الراجل اللي ما اداش النهارده خالص اشرف، اتقطعت الكره، ولكن بص مين اللي رجع قطع الكره؟ محمد علي بن رمضان. محمد بن رمضان اهو قطع الكره وقدر انه يعمل الكره بشكل كويس جدا. كره ثانيه هنا محمد شناوي كان قطع كره، وخدنا كره في الشوط الاولاني كده ولعبها ناحيه امام، هيبقى نجيب الكره ديت في الاخطاء اللي موجوده علينا، ولكن حطينا الكره وبعدين رجعنا الكره مره ثانيه عند امام عاشور. امام كل ده عاملين ندور على كريم الدبيس عشان يعمل عرضيه، كريم اتاري لابس رقم 11 وضحك علينا، مش 33. نزلت الكره هنا لمحمد علي بن رمضان، واول تسديده للاعبي النادي الاهلي كانت في الدقيقه 33. تعالى برضو نشوف كره ثانيه كانت موجوده عندنا، طاهر محمد طاهر قطع الكره في الدقيقه 38. بص هنا يعني انت عم طاهر اعمل كره ثرو عندك، انت ليه عايز تبص على البعيد؟ ليه عايز اعمل منظره؟ ما تحط الكره على القريب اللي موجود قدامك. جراديشار طلع لك اهو، حط له الكره كانت هتبقى سهله جدا، لكن للاسف عملوا الكره صعبه وتعدي الكره الناحيه الثانيه، ثم لخبطه من اللعيبه، ثم ترجع الكره مره ثانيه ياخدها كريم الدبيس، عنده فدان قدامه، لكن كريم الدبيس هنا ما فكرش في الفدان ولا فكر يعمل العرضيه. عندك 3 لعيبه على 3 لعيبه في الناحيه الاماميه، ولكن كريم الدبيس كل اللي فكر فيه يعمل تسديده حلوه مش وحشه، ولكن الكره طلعت بره. ما لناش اي حاجه في الشوط الاولاني تاني. تعال بقى نروح نشوف الاخطاء اللي كانت موجوده عندنا في الشوط الاولاني، وكان عندنا جمله اخطاء بلا يعني انا خدت منها شويه حاجات كده علشان نحط قدامنا فقط لا غير. تعال نشوف الاخطاء بقى اللي كانت موجوده. ادي الكره كانت معانا، راحت الكره عند امام عاشور. بص بقى يعني ركز معايا في امام هيعمل ايه. امام لسه الكره مع امام، وقع امام، اتقطعت الكره، اتردت الكره علينا، نص الملعب بقى فاضي زي ما انا قلت لك، محمد علي بن رمضان ومروان. هنا مروان هو اللي واقف في وسط الملعب بيحاول ان هو يقطع الكره، فضل نص الملعب ان احنا بنلعب 4-1 فضل نص الملعب تسديده. يعني حاجه بسم الله ما شاء الله، حاجه نيله قوي سعادتك، وان احنا نطول الكره بالشكل ده عم امام في حين ان احنا ما فيش نفس. تعال نشوف كره ثانيه كريم الدبيس، بسم الله ما شاء الله. تعال اتفرج معايا عشان الكره دي هتتكرر مره ثانيه في الهدف اللي هيتسجل فينا برده من كريم الدبيس، وهتتكرر مره ثالثه غلطه برده من كريم الدبيس. ادي كريم الدبيس هيعمل الكره الاماميه، اتقطعت الكره عند جراديشار، رجعت الكره مره ثانيه. بص هنا الكره، ادي الكره نفس الكره دي شبه الكره يعني، بص كمل معايا، ادي الكره ادي الهدف، اعتقد دي كره الهدف. ادي الراجل هنا بكعب رجله بعت مروان عطيه، خلاص مروان بقى خارج. الراجل اللي عمل الكره بكعب رجله ده اللي هو جون كينيدي، هو اللي عمل الكره وهياخد الكره مره ثانيه ال1-2. بص هنا محمد علي بن رمضان مقرب من اشرف داري ومصطفى العش، انا ما اعرفش بيعملوا ايه يعني، هما الاثنين ماسكين بعض ولا ماسكين المهاجم ولا ماسكين المهاجمين؟ يعني اشرف داري كان واقف لوحده شايف المهاجم جاي له، المفروض ان هو عايز يطلع عليه، ولا هيسيبه لمحمد علي بن رمضان؟ غلطه دفاعيه. محمد هاني بعيد خالص عند اسامه الادريسي اللي فاتح الملعب واخد معاه محمد هاني. يعني انا شكل الدفاع بتاعنا ما اعرفش هم فكروا في ايه، بيعملوا ايه، انا مش فاهم. باع نفسه اشرف داري بشكل سيء جدا جدا، وغلطه برده محمد بن رمضان في نفس الكوره برده معاه، الاثنين باع نفسهم بشكل سيء جدا، ولكن الغلطه الاكبر اشرف داري. الشناوي لا يسال عنها وتسجل فينا هدف اولاني، كانت غلطه من كريم الدبيس الكوره في البدايه في خروج الكوره. بص برده معايا هنا كريم الدبيس الكوره راحت له، كريم ضغط عليه، ضغط على كريم، بسم الله ما شاء الله يا كريم. احب اقول لك ان فريق ميامي بيلعب اصلا على الكوره دي، بيلعب على الباك الشمال، ميسي بيكون مايل ناحيه اليمين ودايما بيضغطوا ناحيه الكوره لو طلعت ناحيه الباك الشمال. يعني هننزل الاهداف بتاعتهم في 7 لقاءات تقريبا مسجلين حاجه و20 هدف، معظم الاهداف كانت بالشكل ده، ان هم دايما بيضغطوا على الباك الشمال او الباك اليمين، لكن بالاخص ناحيه ميسي، ويجبروا الحارس المرمى ويلعب ناحيته علشان خاطر يحصل الغلطه وتتعمل الكوره بالشكل اللي احنا شايفينه ده. فللاسف يعني ربنا يستر، اتحطت الكوره هنا، اعتقد ده كان اسامه الادريسي لكن شالها الشناوي بشكل ممتاز، رجعت مره ثانيه ورجع الشناوي شالها مره ثانيه. يعني بسم الله ما شاء الله عليك يا شناوي في الكوره، كنت ممتاز فيها. تعال نشوف غلطه من الغلطات الدفاعيه اللي موجوده عندنا واتكررت مره واثنين وثلاثه. ضربه ركنيه مش ماسكين بشكل كويس، تتلعب ضربه ركنيه الناحيه الثانيه على ايام البعيد، ما حدش معاه خالص، تتلعب الكوره بشكل سهل جدا جدا. ضربه ركنيه ثاني تتلعب الكوره، شالها جراديشار، راحت هنا على ال 18، اشرف بن شرقي واقف بيتفرج، اللعيبه واقفه، كل اللعيبه واقفه تتفرج، تسديده قويه، لكن الحمد لله محمد شناوي واقف في المرمى. شوف بص بقى احنا ايه، زهقنا من كريم الدبيس اللي بياخد الكوره ويغلط فيها كل شويه. طب نعمل ايه؟ احنا هننزل بقى مروان عطيه، يرجع مروان عطيه عشان هو يستلم الكوره وياخدها، ويبدا مروان عطيه هو اللي يطلع بالكوره. فمفترض هنا مروان عطيه نزل علشان الغلطه بتاعت كريم الدبيس اللي عملها، فيبدا ان هو ياخد الكوره ويطلع بيها. ادي مروان عطيه خد الكوره، استلم مروان، حط الكوره عند اشرف، راحت عند هاني لمروان مره ثانيه. بص بقى مروان بيعمل ايه، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، نيله قوي سعادتك على اللي هيحصل فينا واللي بيتم فينا واللي احنا بنشوفه. ادي الكوره، رجعت الكوره مره ثانيه، كانت هجمه خطره. تعال نشوف كوره ثانيه برضو ليهم. ادي الكوره، بص ركز معايا بقى، يعني
دي من ضمن الالعاب اللي بتتعمل عند انتر ميامي، واي حد شاف الاهداف الاخيره بتاعت ميسي او الكور اللي عملها ميسي الفتره الاخيره هيفهم قصدي من الكوره دي. ادي الكوره اتعملت، كريم الدبيس ومصطفى العش الله يرحمهم هما الاثنين، اتحطت الكوره، طلع هنا محمد الشناوي بشكل ممتاز. محمد الشناوي عمل الكوره دي هجمه اللي احنا كنا جبناها، التسديده اللي كانت موجوده بتاعت اعتقد بتاعت محمد علي بن رمضان بعد كده. طيب تعالى بقى نروح للشوط الثاني، تعالى بقى نروح للتشكيله بتاعتنا اللي كانت موجوده في الشوط الثاني. زي ما انت شايف قدامك مصطفى شوبير، ياسر ابراهيم، احمد بيكهام، على اليمين عمر كمال، احمد كوكا، حمدي فتحي بسم الله ما شاء الله، محمد مجدي قفشه، اليو ديانج، احمد سيد، مصطفى زيزو، فين يا عم احمد الدقن بتاعتك، تريزيجيه، وعندك كمان حسين الشحات في الناحيه الهجوميه. طبعا كان اتصاب في بدايه الشوط الثاني، كان اتصاب اللاعب جراديشار وخرج ونزل مكانه زيزو، وكان قبلها خرج محمد علي بن رمضان ونزل مكانه الي ديانج. فيعني خلينا نقول ان دي التشكيله اللي كانت موجوده في الشوط الثاني، اللي كانت افضل بنسبه كبيره جدا جدا من التشكيله اللي كانت موجوده في الشوط الاولاني. وعلشان نثبت ده تعالى نروح للكور اللي تمت في الشوط الثاني ونشوف ايه اللي حصل، الكور اللي لينا والكور اللي علينا. تعالى نشوف كده بعض الكور اللي كانت موجوده لينا. بص هنا ادي دي كانت اول كره في اللقاء، حمدي فتحي ضغط، خد الكوره، حط الكوره لمحمد مجدي قفشه، من لمسه واحده حطها تاني لحمدي فتحي، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، عمل سروق عالمي لمحمود حسن تريزيجيه، استلامه بلمه بحاجه عالميه، عدى من المدافع وكروته في نص سنتي وحط الكوره من تحت ايد حارس المرمى، بسم الله ما شاء الله. يعني مستوى واداء وفخر، حاجه يعني فخر الصناعه الاهلاويه حرفيا محمود حسن تريزيجيه. هنا بقى يعني حاجه برضو من ضمن الحاجات الجميله، فين دقنا كزيزو في الدقيقه 56 نزل زيزو مكان زي ما احنا قلنا، يعني كان خرج ساعتها جراديشار. تعالى برضو شوف هجمه من ضمن الهجمات وشوف الكره هدناها موجوده قد ايه معانا في الكره دي. احنا هنا قطعنا الكره، احمد بيكهام غطى هنا ورا اللاعب ياسر ابراهيم وغطى ورا اللاعب عمر كمال عبد الواحد، قطع الكره هنا، بص هنا ادي خد الكره قطعها وعدى بشكل كويس، عملنا الكره لعمر كمال، حطيناها مره ثانيه كوكا، محمد مجدي قفشه، كوكا حط الكره في قلب الملعب، تريزيجيه رجعت الكره تاني، حمدي فتحي ناحيه اليمين. بص كل ده بننقي اللعب وبنحرك لعب براحتنا خالص ومستحوذين على اللعب، يعني اعتقد اكتر من دقيقه لحد هنا. بس اقف لحد هنا لازم نقف بقى. محمد مجدي قفشه خد الكره، عمل سروق عالمي بمعنى الكلمه لحسين الشحات، ولكن حسين الشحات مش مهاجم، يعني ما عندوش صفه المهاجم. ده لو وسام هياخد الكره هينطلق على المرمى، ده لو واحد مهاجم يعني ايا كان اسم المهاجم بقى، ايا كان مين هو، علشان ما نحطش اسماء ثانيه، هياخد الكره المفروض يحط الكره قدامه وهيروح انفراد بالمرمى. ولكن هنا الكره راحت لحسين الشحات، وحسين احنا عارفين يعني في عنده نسبه حنكشه زياده عن اللزوم شويتين ثلاثه، ما كانش سيء ولا حاجه، ولكن في يعني نسبه حنكشه هنا. حسين خد الكره ما فكرش غير ان هو هيعمل شويه حنكشه، فحب ان هو يبعت الراجل، فالراجل وقع قدامه على الارض، فيعمل ايه؟ عندك تريزيجيه جاي لك، كعب رجلك يا عم حسين، هتودي الراجل انفراد؟ لا يعني انا كعب رجلي ايه؟ انا مش بتاع الحركات ديت، انا لازم الف وانا عايز اعمل تسديده قفلت، طب خلاص حط الكره لزيزو، اتزنق زيزو خلاص، زيزو هنا الراجل دخل عليه خبطه وقع على الارض، الحكم ما حسبش اي فاول ولا اي حاجه. لكن هنا لو انت عندك مهاجم مكان جراديشار كانت الكره دي هدف، يعني من الاخر يعني الموضوع كان هيبقى سهل. لكن بص معايا، شفت الحته الرايقه دي؟ حته رايقه، تريزيجيه بعت والواد قفش فيه، بس يا عم التيشيرت ده عهده، اداله حته كوبري 10/10. هنا بقى تعالى نشوف احنا ليه كنا افضل في الشوط الثاني في احيان كتير جدا، علشان عندك اثنين موجودين في نص الملعب، واحد اسمه حمدي فتحي وواحد اسمه اليو ديانج. هنا ادي الكره اهي، ادي حمدي فتحي هيضغط، خبط الكره حمدي فتحي كمل فيها، اتقطعت الكره، عدت الكره من حمدي فتحي، بص وراه اسد الترنج اهو، ادي اليو ديانج دخل بسم الله ما شاء الله، اسد مالي دخل، اليو ديانج على طول بسم الله ما شاء الله قطع الكره. وده عرفك الكره دي قررت مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته في الشوط الثاني. اليو ديانج وحمدي فتحي بسم الله ما شاء الله، لازم النادي الاهلي يفكر بجديه، لو على الاقل واحد فيهم ده لازم يدنه يكون موجود. تعال نشوف اخطاء اللي كانت موجوده عندنا بقى في الشوط الثاني. كان في عندنا برضو يعني اخطاء كتير جدا. بص هنا ضغط عالي كالعاده، راحت الكره عند محمد مجدي قفشه هنا برضو بحنكشه عايز يحط الكوره، لكن للاسف ضاعت الكوره دي، كانت في اول ثواني في الشوط الثاني اتحطت الكوره هنا عند اسامه الادريسي. بص هنا اسامه لم تسديده كام لاعب من النادي الاهلي، 1 2 3 4 5 على لاعب واحد فقط لا غير، وعمل التسديده وشاط التسديده. ولكن هنا مصطفى شوبير بسم الله ما شاء الله شايل الكوره بشكل ممتاز. تعال نشوف هنا عمر كمال باشا عبد الواحد يعني انا مش عارف يا عمر بصراحه، يعني انت نزلت ليه في الشوط الثاني؟ يعني انت راجل بتتصاب حد وثلاث وما اعرفش لعبت ليه النهارده لحد، يعني انت لعبت ليه يا عم عمر؟ انت بتتصاب حد وثلاث، انا مش عارف بصراحه والله. ادي عمر كمال وقع على الارض بسم الله ما شاء الله، الكوره كانت معاه وقع، بعدين الكوره بص كملت، لسه الكوره معاه، عمر لسه بيرجع بيفكر، خلي بالك انا مسرع اللعب، بيفكر تعمل ايه يا عم عمر؟ كوره قدامك كمان، يعني ان هم دول يحركوا الكوره لحد ما انت رجعت وبرضه انت لسه واقف بتفكر. ما علينا. من ضمن الاخطاء بتاعتنا زي ما احنا قلنا في الشوط الاولاني ضربات ركنيه او فاولات او غيره، برضه فاول
اتعملت الكوره واقفين بشكل كلنا سيء، عمر كمال واحمد بيكم كل اللعيبه واقفه بشكل سيء جدا، لكن الحمد لله تخبط الكوره وتروح. تعال نشوف الكوره دي. يعني برضو الكوره زي ما انا قلت، في كوره كانت الكوره معانا لمده دقيقه، هم كمان الكوره معاهم تقريبا برضو لمده دقيقه او ازيد من دقيقه. بص انا مسرع برضو اللعب، ادي الكوره معاهم عاملين ينقلوا لعب، خلاص احنا واقفين ما عندناش مهاجم يضغط، حسين الشحات يا دوبك كده يعني بيحنكش قدامه هو محمد مجدي قفشه، الكوره عماله تتلعب رايحه يمين ورايحه شمال رايحه يمين ورايحه شمال. نقف هنا بقى، هنا يعني اللعيبه كل واحد شايف اللاعب اللي معاه، واحنا شايفين اللاعب الطرف اللي موجود، وكلنا عارفين ان الكره هتتلعب له وهتتعمل من ورا عمر كمال عبد الواحد، وعمر كمال رايح للكره صح وكل حاجه، وشايف الراجل اللي وراه بص عمل ايه، وقف ولا كأن في حاجه حصلت، وعدت الكره من ياسر بسهوله، لولا احمد نبيل كوكا يعني رمى نفسه تحت رجل اللعيبه، يعني كانت الكره دي كانت هتبقى هدف، وكان في اخر اللقاء. تعال برضه نشوف الباشا عمر كمال عبد الواحد في ضربه الجزاء اللي لعبها. يعني عمر بص، احنا لبسناه الكهرباء المره اللي فاتت وقلنا الكهرباء السبب، لكن احنا نسيناك وسبناك وقلنا معلش اصل ما بيضيعش، لكن بص هنا عمر ايه ماذا بينك وبين العرض؟ انا عايز افهم يعني في يعني انت كل مره بتدخل بتعمل التسديده بشكل غريب، مصمم ان انت تضيعها، نفس قدام الفريق. ما علينا، يعني هو خلص اللقاء وهم خدوا كاس كده، كنا جايبين احنا معانا من العتبه واحنا رايحين، خدوا هم الكاس، وتريزيجيه خد احسن لاعب في المباراه وكل حاجه. عندنا اخطاء كتير موجوده، عندنا حاجات كتير موجوده، اتمنى طبعا ما فيش حكم على ريبيرو، ما اقدرش احكم عليه، ما اقدرش احكم على لعبه، ما اقدرش اقول اي حاجه خالص عنه في لقاء ودي. عندك لقاء ان شاء الله باذن الله رسمي، هتكون اللعيبه معظم اللعيبه هتكون موجوده معاك، وسام هيكون رجع لك، كل اللعيبه اللي عندك هتكون خدت بقى الاجواء والساعه البيولوجيه والكلام اللي احنا بنقوله ده كله، وان انت اتاخرت ايا كان، واللعيبه كلها تكون دخلت وانت شفت الفورمه بتاعتك وشفت كل حاجه. ان شاء الله باذن الله نكون افضل، نكون احسن، نقدر ان احنا الفتره اللي جايه ندخل ماتش انتر ميامي افضل بكتير من الشكل ده، واكيد احنا هنكون افضل بالشكل ده. هتحط تشكيلتك الافضل، مين افضل اللعيبه اللي انت شايفها من وجهه نظرك انها تكون موجوده، وانت كمان قول لي في التعليقات من وجهه نظرك مين افضل تشكيله تقدر تكون موجوده في ماتش انتر ميامي ان شاء الله باذن الله. عامه احنا وصلنا للختام، وفي الختام نصلي ونسلم على الرسول الكريم عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنساش تكون عملت لينا لايك. اشوفك على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.